خلينا كده مقتنعين ان مفيش حاجه ب 50 جنيه. بس مع خالد فين مفيش الكلام ده. بص بقى يا سيدي، المكان ده اسمه الهاي، وده اسم مدينه في هولندا، بس مالناش دعوه، انا جاي اكلمك في حاجه ثانيه خالص. بص المكان ده داخل في حاجات كتير قوي، زي مثلا الورك سبيس، يعني هتاخد اي روم تقدر تذاكر فيها وعندك واي فاي مجانا مقابل المشروب اللي انت تشربه بس، وده من الساعه 10 لحد الساعه 2. فالمكان ده كنز لاي حد بيحب يذاكر ويشتغل على الرواق. نيجي بقى للدلع كله، عندهم نتفليكس والنت عندهم طلقه. لا ومش بس كده، ده كمان عندهم الاسطوره اللي هي بديل شاهد. ونصيحه مني، الخروجات دلوقتي بقت غاليه قوي، فالمكان ده انا شايفه ان هو حنين وعلى قد الايد. ولو مالكش في المذاكره والشغل والكلام ده فممكن تروح تلعب. عندهم بدل اللعب 10 بنك الحظ وكوتشينه ودومينو واون وشطرنج وطاوله. والمناسبه كده عندهم بلاي ستيشن 3 و4 و5، فاي لعبه تتخيلها كده في الدنيا هتلاقيها في المكان ده. فيفا 23 وبلور وكراش، بص اخر دعم. بالنسبه لشاهد والاسطوره ب 50 جنيه الروم، اما لو هتلعب بلاي ستيشن فهتدفع 60 جنيه. بالمناسبه كده ممكن تجيب اكلك من بره وتروح عادي تقعد هناك. وعلشان جمهوريه خالد فين وانا بحبكم وانتوا بتعشقوني، فانا جايب لك عرض حلو قوي، خصم 15% لحد 10 ايام. ومش بس كده، اي حد عيد ميلاده في شهر اكتوبر السيرفس 100 جنيه بس. وكمان الشباب اللي بتحب تلعب حبه حلوين، فانا جايب لك النهارده